أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. الشارع اللي أمامنا ده شارع صلاح الدين بقسم العطارين، والمكان اللي قدامنا ده على طول 57 شارع صلاح الدين، وهو كان اسمه حمام علي المصري أو حمام الدهب. كلنا عارفين إن اسكندرية كان فيها حمامات كتيرة جدا، يمكن حوالي 4000 حمام. والحمام اللي قدامنا ده اتبنى في عصر البطالمة في عام 331 قبل الميلاد، وأهل المنطقة بيطلقوا على الحمام حمام المصري، وهو في البداية كان حمام تركي، وقال ملكيته بوضع اليد للحج علي المصري أو الحج محمد علي المصري. وده شكل الحمام قبل ما يتهد خالص ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه بالمنظر ده. وعلى ما أعتقد إن ده الحمام الوحيد اللي كان باقي، وهو تم تسجيله في هيئة الآثار في عام 1999 مع 4 حمامات تانيين. والحمام ده كان خاص بالرجال، المبنى اللي قدام كان خاص بالرجال، وكانت الرجالة بتيجي من كل مكان، وكان رسم الدخول ب10 قروش. وأيضا كان في قسم خاص بالسيدات، الباب كان من الخلف، وكانوا بيجوا ويتأجر المكان لحنة العروسة هي وأصحابها. وكان المكان بيخدم أهالي المنشية وحي اللبان. وأيضا كان في شارع اسمه شارع الرحمة. طبعا المكان كان بيقدم خدمات كتير، منها الساونا ومنها المساج، وطبعا تجهيز العروسة وأصحابها. وفي حاجة مهمة قوي، إن هما كانوا لما بيعملوا تدفئة المكان أو الحمام كانوا بيعملوه على التدفئة على المخلفات اللي موجودة في المكان. حتى كمان إن هما كانوا بيسووا الفول على المخلفات دي، ولحد دلوقتي معظم محلات الفول بتسوي الفول بتاعها هنا في المكان ده، يعني ورا كده في قهوة وبيسووا الفول على المخلفات حاليا. طبعا زي ما احنا شايفين المكان اتهد وفي مخلفات كتير، وده أكيد بيأثر على السكان اللي جنبهم. وبتمنى إن المحتوى يعجبكم، وإلى اللقاء، ودايما دايما في حب اسكندرية.